تنفيذا للأوامر الأمريكية والإسرائيلية. لم يكن لنظام مبارك أن يفعل ما يفعل إلا لأنه استقر على معادلة ذهبية. منطوق هذه المعادلة خدمة إسرائيل كسبا لرضا أمريكا، وأمريكا كما تعرفون هي الراعي الرسمي لبقاء نظام مبارك وعائلته. ولذلك تلحظون أنه كلما اقترب موعد التمديد أو التوريث الرئاسي زادت حمية النظام في خدمة إسرائيل. قبل اغتصاب مبارك الخامس للرئاسة جرائم، حسني مبارك ما توجهش للشعب المصري عشان ينتخبه لسبب بسيط، انه عارف ان مفيش انتخابات في مصر. حسني مبارك توجه للمجمع الانتخابي الحقيقي له، وهو خدمة اسرائيل كسبا لرضا امريكا لتجدد اوراق اعتماده فوق رقابنا. حسني مبارك عمل ايه قبل الاغتصاب الخامس للرئاسة؟ افرج عن الجاسوس عزام بعد امتناع 8 سنوات. عقد اتفاق الكويت مع اسرائيل بعد امتناع 8 سنوات. اراد السفير المصري لاسرائيل بعد سحبه في الانتفاضة الثانية. وقع الاتفاق الاول لتصدير الغاز لاسرائيل. ارسل سفيرا مصريا الى العراق تحت الاحتلال. كل ده كان دعاية حسني مبارك الانتخابية الحقيقية، دفعت فواتير لاسرائيل كسبا لرضا امريكا لكي ترضى عنه امريكا وتجدد اوراق اعتماده في قصر الرئاسة الملكي. الان تتكرر القصة نفسها مع اقترابنا من موعد 2011 ومع الاضطراب مين اللي امريكا هتنصبه في مصر، حسني مبارك ولا جمال مبارك؟ بينشط النظام المصري بحمية في خدمة اسرائيل. بيعمل ايه؟ بيجعل الامن المصري في خدمة الامن الاسرائيلي. بيعمل قضايا من نوع قضية خليل حزب الله لخدمة اسرائيل. بيوقع الاتفاق الثاني والثالث لتصدير الغاز لاسرائيل. بيوسع في التطبيع الثقافي في مكتبة الاسكندرية وغيرها. ثم بيتطور الان لتنفيذ الاملاءات الامريكية الاسرائيلية بشكل مباشر، اللي بدأت بالتفاهم الامريكي الاسرائيلي بعد حرب غزة. التفاهم اللي قال علينا ان نمنع وصول اي قطعة سلاح للمقاومة الفلسطينية في غزة. والتفاهم اللي قال ان امريكا وافاصيل حلف الاطلنطي هتحاصر غزة بحريا، ومصر والنظام المصري يحاصر غزة بريا. يومها احمد ابو الغيث قال لك احنا مش طرف بهذا الاتفاق، وهو كاذب كما ان رئيسه كاذب. فقد بدأ من هذا اليوم عمل نشيط لخنق غزة، ليس فقط بالاغلاق شبه الدائم لمعبر رفح، ومعبر رفح يا اخوانا زي النيل بالنسبة للمصريين، معبر رفح بالنسبة للفلسطينيين في غزة هو شريان الحياة. وخنق الفلسطينيين من معبر رفح لم يكن يكفي بالنسبة لإسرائيل. عشان كده طلبوا إقامة محور أمني فوق الأرض، والمهندسين الأمريكيين أشرفوا على تنفيذ النظام المصري لهذا المحور. ثم بدأ الخلق الكامل بخلق ومحاولة خلق أنفاق الحياة من رفح الفلسطينية إلى رفح المصرية إلى رفح الفلسطينية. ومن هنا جت فكرة السد الفولاذي تحت الأرض بعشرات الأمتار. النظام بينفذ ده كله ليه؟ حسني مبارك بينفذ ده كله ليه؟ عشان يظل فوق رقابنا وينطق باسمنا، ونحن أبرياء من نظام العار الذي يقيم جدار العار. إذا كنا عاوزين نكسب المعركة ضد الجدار، عاوزين نكسب المعركة ضد تصفيع، عاوزين نكسب المعركة من اجل الحرية، عاوزين نكسب المعركة من اجل العدالة، عاوزين نكسب المعركة من اجل مصر. اقول لكم ببساطة لكي نكسب المعركة لا تحاربوا معارككم بالقطع، لا يلهينا نظام في 1000 معركة هنا وهناك. اذا كنتم تريدون
استعادة مصر المصري، استعادة الاستقلال الوطني المصري، كافة الحرية للمصريين. إذا كنتم تريدون دعم المقاومة الفلسطينية، دعم المقاومة العراقية، دعم المقاومة اللبنانية، فلذلك طريق واحد. إذا كنتم تريدون الحياة فاخلعوا نظام حسني مبارك وولد. هذه هي المهمة وهذه هي المعركة حتى لا تضيع منا الظروف ونجد أنفسنا في ألف إطار. إذا كان هناك إطارات في هذا البلد تتخصص في مقاومة التطبيع وإطارات تتحدث عن التغيير، فإني أدعو لتوحيدها معا. لأنه إذا كنتم تريدون حرب إسرائيل فحاربوا النظام الإسرائيلي الذي يحكم مصر. لا يمكن أن يتصور أحد أن يتجاوب النظام مع أي مطلب يخص فلسطين. إذا كنتم فاكرين أن النظام ممكن يتسامح معاكم عشان تتكلموا عن فلسطين، فمن الآن فصاعدا إسرائيل هي ذاتها النظام المصري. لاحظوا أن ما حدش في العالم كله بيقيم جدرانا عادلة سوى إسرائيل والنظام المصري، سوى إسرائيل التي هناك التي تحتل فلسطين وإسرائيل التي تحتل مصر. واحنا هنا في دمنهور وبالقرب من الذكرى العصر لعبد الوهاب المسيري بنحييه ونقول له نحن على العهد باقون. واحنا هنا في دمنهور وبنتذكر رجال الحرية، بنتذكر سجناء الحرية في سجون نظام حسني مبارك وولده، بنتذكر مجدي احمد حسين، بنتذكر احمد دومة، بنتذكر قادة الاخوان المحبوسين، وبنقول لهم نحن على العهد باقون، نحن على العهد باقون. نحن ندعو الجميع الى عدم التورط في سيناريو النظام الرسمي في انتخابات 2010 او في انتخابات 2011، وندعو الجميع للتكاتف لانشاء جمعية وطنية للشعب المصري تختار رئيسا بديلا يعرض على انتخابات موازية من خلال جمع توكيلات بالملايين. حاصروا نظام حسني مبارك وولده اذا كنتم تريدون حقا مقاطعة اسرائيل، وقاوموا في مصر نظام اسرائيل في القاهرة اذا كنتم تريدون تحرير فلسطين. نحن على العهد باقون، وفرخ الكفاية الاولى لا للتبديل لا للتوريث لا تقبل التجزئة. نحن نريد تحرير مصر من هيمنة الامريكية الاسرائيلية، ونريد تحرير المصريين من هيمنة النظام الموالي والعميل الامريكي. اخيرا لا اريد ان اقول فقط عن هذا النظام انه خائن، لا اتهم احدا لا سمح الله في الخيانة، فالخيانة اشرف من رأس نظام حسني مبارك وولد. شكرا. بلادي بلادي بلادي